بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مسحت بالزيت رأسي. الحقيقة داود هنا بيتكلم على عمل ربنا، ازاي ربنا مع كل واحد فينا بيمسحه بالزيت. تعالوا الأول نفهم يعني ايه ربنا يمسحنا بالزيت. في العهد القديم كانت مسحة الزيت ليها معنى ان ده اعلان ان هذا انسان مميز، يا اما هيكون نبي او هيكون ملك، ويتسمى مسيح الرب. يعني ايه مسيح الرب؟ الممسوح من الله لمهمة معينة. ده كان في العهد القديم. لكن في نعمة وغنى العهد الجديد كلنا اخدنا مسحة بدون استحقاق، واحنا عندنا ايام قليلة بعد سر المعمودية كلنا اتمسحنا بمسحة الروح القدس او المعروف بزيت الميرون. ودي مسؤولية كبيرة قوي. بعديها انا مش مجرد اخدت جنسية ان انا مسيحي في المعمودية، ده انا بقيت هيكل لله متنقل، وروح الله القدوس ساكن فيا. وده اللي كان بيفكرنا بيه بولس الرسول. انتوا عارفين انتوا مين؟ انتوا مسحاء كلكم، ممسوحين بدهن المسحة. ودي زي ما قلت مسؤولية، ان لازم الناس تشوف فيا ربنا، ولازم كمان ادي الروح القدس اللي جوايا فرصة انه يشتغل بيا. يعني ما اطفهوش ولا احزنه ولا اوجعه، واكون مطيع لكل نداءاته، لان الروح القدس اللي انا اتمسحت بيه عبارة عن مسؤولية، وفي الوقت نفسه واجب عليا ناحيته. زي ما بيقول الكتاب المقدس: ومتى سمعتم صوته فلا تقص قلوبكم. يعني الروح القدس اللي جوايا ده بيناديني ان انا اصلي، بيناديني ان انا اخدم، بيناديني ان انا اطبق وصية المسيح، بيناديني ويقودني في كل امور حياتي. علشان كده انا فرحان يا رب بالنعمة انا اخدتها بدون استحقاق، بس على قد ما هي دي نعمة هتبقى دينونة ليا لو انا رفضت كلامك او ما سمعتش لروحك القدوس. ربنا يديني ويديكم دايما نشعر ببهجة خلاص سكن روح الله القدوس جوانا، وفي الوقت نفسه نطاوع كلامه. اسمع صوت ربنا اللي جواك، لأنه هيقودك لخلاص نفسك. صباح الخير.